احنا الشباب دلوقتي طالعين عين اهله عشان يعرف يتجوز، وريته كمان بيعرف. دلوقتي الشاب بيشتغل شغلانتين وثلاثه وبرضه مش بيعرف يتجوز والله. يروح مثلا يتقدم لواحده ويقعد مع ابوها ويقول له بص يا عم انا ظروفي واحد اتنين تلاته ومش هقدر اجيب شقه غير بعد سنتين، فاصبروا عليا انا شاب وبكون نفسي. فتلاقي بقى ابوها الراجل البقف، الراجل البقف يرد عليه كده ويحط رجل على رجل ويقول له ايه، لا يا ابني انت مش من مستوانا يا ابني، لا انت مش هتعرف تعيش بنتي في المستوى اللي هي عايشه فيه. مستوى عايشه فيه ايه يا راجل يا معفن، يا راجل يا معفن، وانت من 20 سنه كنت عايش في نفس المستوى؟ رد عليا رد عليا، كنت من 20 سنه عايش في نفس المستوى يا جدعان. ومعظم البنات دلوقتي بقى ايه، بيحبوا يتجوزوا الراجل اللي هو معاه فلوس بقى، اللي هو مثلا شغال تاجر شطافات حمامات. هو ده يا بنت طموحاتك؟ هي دي طموحاتك يا بنت؟ يا بنت اتجوزي يا بنت الراجل اللي بيحبك، الراجل اللي يعرف يشيل مسؤوليه حتى لو فقير، صدقيني ساعديه وهيبقى حاجه كبيره في المستقبل. يا بنت دوقي يا بنت الفول عشان لما تاكلي كباب تحسي بالطعم.